لو انت موهوب في رياضه معينه او عندك مهاره تميزك عن اللي حواليك وعايز تثبت نفسك في مجالك، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا وحش؟ هتعمل ايه يا وحش؟ هتقول لي بقى ساعتين اجتهاد وكوبايه شاي وحبه نشاط وسعي وايمان وثقه بالنفس. هقول لك صح، بس ماذا لو ان كل ده في الفاضي لما يكون اقرب الناس ليك، قرايبك، صحابك، اهلك نفسهم مش مقدرين حلمك ولا مهتمين باللي بتعمله؟ حتى وكمان الرياضه اللي انت عايز تتميز فيها دي شهرتها في بلدك تكاد تكون معدومه ومحدش مهتم بيها نهائي. فيا اما تكتئب وتشوف لك حاجه تانية تتميز فيها، او تواجه ده كله بالحاسه السابعه. ايه هي بقى الحاسه السابعه وازاي بطلنا يحيى هيواجه التحديات دي؟ ما تيجي نشوف. فيلم الحاسه السابعه هو اصلا كان مشروع تخرج احمد مكي في الجامعه، وكان فيلم قصير وفاز بجوائز كتير في مصر وبره مصر، والفيلم من تاليف واخراج احمد مكي. الفيلم بيبدا بان يحيى بيربط حبل في شجر عشان ينتحر، وبتشتغل اغنيه الحياه حلوه لفريد الأطرش، ولكن هو برضه بيقرر ينتحر كمشهد سرير، يعني اللي هو الحياه حلوه ولازم نفهمها وكده، طب انا هنتحر برضه. الحبل بينقطع وبيقع في بير عند ساحر وبيحكي له كل مشاكله، ومن هنا بقى بيبدا الفيلم. يحيى المصري اللي من وهو في بطن امه حرفيا بيلعب كونغ فو، وطول فتره طفولته ومراهقته ما كانش بيتفرج الا على بروسلي، جاك شان، الناس اللي بيلعبوا كونغ فو والاكشن والحاجات دي. ولان جده هو الملهم ليه واللي بيحبه على طول بيساعده، قدم له في نادي عشان عارف ان دي الحاجه اللي هو شغوف بيها. المهم يحيى بيخلص ثانويه عامه، بيجيب مجموع كبير، وابوه كان مستنيه يقول له انه هيخش هندسه او طب، لكن طبعا هو عايز يخش تربيه رياضيه قسم كونغ فو، وده كان رد ابوه عليه. ده يوم ما تنوي تبقى مدرس تختار الماده الوحيده اللي ما فيهاش دروس خصوصيه. انت ايه يا اخي؟ غاوي فشل. وده ممكن يكون ابو واحد صاحبك او قريبك، او ممكن يكون ابوك انت شخصيا. انا مش جاي اقلب عليك المواجع. المهم بيخش تربيه رياضيه، وهناك بيتعرف على علي صاحبه بتاع البنات، اللي هو كل ما تقابله يقول لك ده انا والله ما فاضي يا صاحبي، معايا 5 بنات كده بس بخلص معاهم. اللي هو هتلاقيه في شلتك كده كده، صاحبك اللي هو الجامد اللي بيوقع كل البنات. وبيلاقي هايدي اللي هي بالصدفه بتيجي وبتعجب بيه بيحيى، وهو ما بيكونش عايزها خالص، هو بتدلق عليه. وبيجي هنا مشهد بقى وهو قاعد وبيسمع في الراديو الصغير اللي معاه، بيسمع واحد بيقول بسذاجه كده. احمد مكي بيلقح هنا شويه على البرنامج بتاع اسامه منير، يعني واضح ان هو زمان كان بيتضايق من السذاجه بتاعه الافوره بتاع البرنامج بتاع زمان. بيتعرف على هايدي اللي هو علي صاحبه وعايز يظبطه معاها، وبعد كده بيلاقي هايدي اللي بالصدفه بتبقى هي اللي معجبه بيه ومدلوقه عليه، وهو ما يكونش عايزها خالص. مكي من اول ما هي ظهرت يعني مبين لك اللي هي سخيفه وتافهه ازاي وماديه ازاي، حتى شوف لابسه شنطه على شكل سمكه، اللي هو شوف مدى السخافه وتفاهه الشخصيه اللي قدامنا. المهم بيمر الوقت وبيتخرج يحيى، وشوف هنا مكي بقى جايب لك اللي هي الشهاده ملفوفه وحلوه ازاي عشان يحيى يحطها في الدرج بتاعه اللي هي ملهاش استخدام. مكي برده مش سهل. المهم بعد ما بيتخرج يحيى وكمان علي صاحبه بيروح مدرسه خاصه يشتغلوا هناك، واللي بالمناسبه اللي علي صاحبه هو مش في قسم كونغ فو، لا مدرس العاب كره قدم، عشان كره القدم هي اشهر لعبه على الكوكب اللي احنا فيه ده. كل المدرسه بتروح لعلي الا واحد بس، دوده الطالب الوحيد اللي هو هتلاقيه رفيع كده ومهزأ وملوش لازمه، والعيال بتتريق عليه ومسمينه دودو عشان ضعيف، هو اللي راح ليحيى. علي بيقعدوا يتناقشوا شويه، ويحيى بيقول لعلي ان كل الاوضاع اللي هم فيها ده هتتغير، لانه مرتبه كان 100 جنيه، وكان بيقول له كيلو اللحمه كده كان بكام؟ ده كيلو لحمه ب 30 جنيه. بيقول له ان فعلا كل الوحش اللي في حياتهم هيتغير لانه هيلعب بطولة الجمهورية، ولكن بيتفاجئ ان اللعبة ملهاش جمهور. ولكن لما بالفعل بيلعب بطولة الجمهورية وبيكسب وبيكون بطل الجمهورية، اللي حضر علي صاحبه وجده المدرس التاريخ المتقاعد، ودودة تلميذه والمدرب بتاعه. والمفروض بقى ان دي الجائزة المالية اللي هي كام جنيه يا عم الحاج؟ 40 جنيها. المبلغ بعد الضرايب بيكون 34 جنيها و17 قرشا و15 مليما. وبتشتغل في الخفاء موسيقى بلادي بلادي بلادي، على اللي هو يعني ايه، يعني شوف مفيش موقف اكتر من كده يعني. والمشهد ده حقيقي لدرجه وانا داخل كده بتفرج على تحليل للفيلم برضو عشان اخد خلفيه عن الفيلم، لقيت قناه واي كوميدي هي اللي محلله الفيلم، اللي بقول له يا عم ارجع ارجع يا عم انت فين وحشتنا، لقيت التعليق ده. فانت تخيل التعليق ده واقعي لاقصى درجه، وميكي جايب المشهد ده ومخليه واقعي بدرجه يعني محدش يعني متخيلها. المشهد ده فعلا حقيقي بجد. وتخيل بقى ليحيى لما يروح لاهله يكون ده رد فعلهم. اخدت بطوله الجمهوريه. هايل هايل. انا رايحه الدرس. مدير المدرسه بيستدعي يحيى، واول ما يحيى ما بيدخل ميكي مصدر لك لقطه الفلوس دي، بياخد فلوس ويحطها في الخزنه. هي دي مهمه المدير بتاع المدرسه، ولانه صاحب المدرسه ومدير المدرسه فهو ما بيهموش غير الفلوس، وعشان كده ميكي جاب لي لقطه الفلوس دي. المدير بيقول ليحيى انه مقسم الملعب نص للكوره ونص للجودو،
لا انا ما غلطتش، هو فعلا من كتر ما اللعبه ماهاش جمهور هو فاكر ان يحيى بيلعب جودو، ولكن هو بيلعب كونغ فو. قال له الملعب هيبقى كله للكوره، وهنديك حته بتاع متر كده ولا متر ونص تدرب فيها التلميذ الوحيد اليتيم اللي معاك، عشان اتفق مع شركه كبيره تنظم مهرجان الكوره للجميع عنده في المدرسه، وهيتذاع على التلفزيون. وقال له انت لو اعترضت هرميك في الشارع عادي، لان انت شغال عندي بالحصه، وهرميك ومالكش اي دي عندي. المهم بعد كده يحيى بيكلمه مدير انتاج سينمائي عشان عايزه في فيلم البطل والاوغاد الحقيره. ركز لي بقى في اسم الفيلم ده. طبعا انت فاكر ان هو بطل الفيلم يحيى طبعا، بس اللي حصل هو ده. بتبص يمينك ليه يا حيوان؟ ايه ده؟ في كتير زيي هتشخص. ايوه ما تستغربش، كان مجرد كومبارس. بيلاقي مين بقى بطل الفيلم؟ خالد الغندور، اللي هو برضه لاعب كوره. كمثال اللي هو اللعبه دي هي مشهوره وانت حقير ومالكش لازمه. انا قلت لك الكوره اشهر رياضه على الكوكب. بعد ما بيولعها في يحيى حرفيا لانه حقير وعايز يحلم ويبقى بطل، بيرموه بره وبيجيبوا غيره. مثال اللي هو ملوش لازمه يعني. بعد كده بيظهر يحيى وهو قاعد في حديقه الازهر. ايوه ما تستغربش، هو قاعد في حديقه الازهر، ومعظم مشاهد الفيلم اتصورت في حديقه الازهر، ومشغل اغنيه لا يا مصر لا تهجر بلدك لا، ومشاهد للهرم والحضاره المصريه. ميكي كان بيعالج السذاجه بالسذاجه، اللي هو يعني انت ازاي يا عم هتمشي وتسيب بلدك؟ حب بلدك اصلا، مش كده ينفعش، اجمد كده، في ضغوطات بس لازم تحب مصر، مصر ادتك كتير. بعد كده بنشوف يحيى هو بيتفرج على فو مانشي، اشهر واحد بيلعب كونغ فو، وشهرته واصله لكل البلاد، واحد عالمي يعني، ومش مجرد ان هو واحد مشهور بس، لا ده نجم سيما كبير قوي. بيلاقيه كمان في تغطيه اعلاميه كبيره جدا بتغطي احداث فيلمه الجديد اللي هو بطله طبعا، واعلام بقى عمال يجري وراه ويسالوه، شهره وستات وفلوس وعربيات ليله كبيره سعادتك. المهم وهو يحيى بيتفرج كده جده بيبص له بيقول له الله، طب ما ده بيلعب نفس لعبتك يعني، اللي هو ما عندوش حاجه زياده عنك. بعد كده بيدخل يحيى الاوضه وبيسمع المذيع او احمد مكي، لان احمد مكي هو اللي كان بيتكلم. تايسون اتغلب يا رجاله، تايسون اسطوره الملاكمه اتغلب. ومن مين؟ هوليفيلد. مين كان يسمع عنه؟ مين هوليفيلد اساسا؟ دلوقتي بقت الناس كلها ما وراهاش سيره غير هوليفيلد، ده خد كل القابه وشهرته. انه هو واحد مهمش وملوش لازمه كسب اهو، كسب واحد مشهور. تايسون اتغلب يا رجاله. فده يعني بيدي امل نوعا ما ليحيى، اللي هو ما عندوش ايد زياده عني، اللي فيها لما نحاول يعني. المهم الفكره بتدخل دماغ يحيى ويقرر انه يقابل فو مانشي. لا واضح يا يحيى ان بطولتك الجماهيريه مقويه قلبك. فتخيل بقى رد الناس اللي حواليه عامل ازاي. يا عم ده صيني. عشان فو مانشي صيني ما ينفعش يحيى يقابله. يروح للمعلم راشدان اللي هو المدرب بتاعه وبيطمنه نوعا ما، بيقول له الموضوع مش سهل ومش صعب برضه، انت ممكن تعمله يا يحيى. وبيحكي له بقى عن اسطوره فو مانشي، وانه وصل لمرحله عاليه من التركيز والتدريب والتامل بتخليه يتوقع الضربه اللي خصمه هيضربها له، وكمان بيلعب وهو مغمي عينيه، يعني عنده الحاسه السبعه، لانه تقريبا بيقرا افكار خصمه. وبيقول لي يحيى انه محتاج تدريب وتركيز كبير عشان يقدر يواجهه. وركز لي بقى في طريقه اخراج احمد مكي للمشهد ده، اخراج عالمي والله. عايزين نتكلم والله شويه عن اخراج احمد مكي. يعني تخيل المشهد ده مع الاغنيه الصينيه مع الحلقه، تحس ان هو فعلا مشهد امريكي. مكي كمخرج في الفيلم ده كان عبقري، وكان واحد من اساس يعني الكوميديا في الفيلم ده. مكي كان اخراجه كوميدي على فكره في الفيلم ده، واخراج عالي قوي. وتخيل انه عشان يتفادى صعوبه مشاهد الاكشن اللي كان صعب تنفيذها نوعا ما في الوقت ده، كان بيعملها بالستوب موشن، اللي هو بيصور كل حركه لوحدها ثابته وبعد كده بيضمهم على بعض، عامل زي ما يكون عامل مثلا 100 صوره وبتجريهم ورا بعض، فبيديك حركه زي حركه الفيديو كده. احمد مكي يعني ما تستغربش لو كان اخراجه امريكاني شويه في الفيلم ده. ليه بقى؟ لانه كان متاثر بكوانتين تارانتينو وحركه كما كوانتين تارانتينو مخرج ثنائيه كيل بيل. وتهيألي كده من وجهه نظري ان عظمه شخصيه فو مانشي مستمده من باي ماي، اللي هو كان بطل الجزء الثاني والاسطوره الكبيره الصينيه. فدي مش سرقه خالص، ولا انه مثلا بيشف من بره، دي حاجه اسمها هوماش، اللي هو بيكون متاثر باخراج مخرج معين. ولما فعلا احمد مكي ابتدى يخرج اول فيلم ليه، فدي زي نظام اللي هو شكرا يعني، اللي هو انا اتعلمت منك الحاجات دي مش سرقه خالص. ولان مكي كرييتيف فهو مش محتاج يشف من مخرج معين. يعني مثلا مشهد يحيى هو واقف قدام صوره فو مانشي، وراح حاطط لك كده بالمونتاج ساوند افكت سيف والموسيقى الصينيه، اللي هو الراجل ده صيني من الاغنيه الصينيه، وساوند افكت سيف اللي هو بيلعب لعبه قتاليه. فالمونتاج والاخراج كان عبقري الصراحه في الفيلم ده. ومين بقى مدير تصوير الفيلم؟ مدير تصوير الفيلم هو مازن المتجول، اللي هو اشتغل في ثلاثيه ولاد رزق. فانت تخيل بقى مكي كان مميز جدا في اختيار الكاست بتاعه والناس اللي هتشتغل معاه. وواحد من ابطال الفيلم ده على فكره هو المونتاج في الفيلم، يعني المونتاج لوحده في الفيلم كفيل انه يضحكك. وتحيه كبيره للمونتير عمرو صلاح اللي عامل مجهود كبير. ان كان مثلا لو في مشهد بنتكلم عن عصافير تلاقيه حاطط لك ساوند افكت عصافير، نقله بين المشهد والمشهد. احنا كده هنغلط. ليه؟
سمحت. مثلا مشهد قتالي يروح حاطط لك ساوند افكت سيف. الحاجات البسيطه دي هي اللي بتدي لمسه للفيلم بتخلينا نتكلم عليها لحد دلوقتي. فيمكن دلوقتي الحاجات دي في ناس بتستسهل وما بتعملهاش. ومن هنا بقى السيناريو هيبدا يعلى شويه بشويه. طبعا القصه بسيطه بس هتبقى بقى تبدا تتغير. من هنا بقى السيناريو بيبدا يعلى سواء بقى في الكوميديا او تاثر الشخصيات بالتغيرات الجديده اللي هتحصل لها. المهم بعد ما يحيى حكى للساحر على كل حاجه وعن المشاكل اللي بتضايقه وبالذات fu manchu هو بيقرر يدي ليحيى الحاسه السبعه اللي هي ايه بقى؟ الله ينور عليك، هيقرا افكار خصمه وهيتوقع الضربه قبل ما حد يضربها له. فبقى اول ما بيروح البيت بيلاقي ابوه بيحب شكيره وامه بتحب كاظم واخته بتروش مع صاحبها وعلي صاحبه اللي كل البنات بتموت عليه بيلاقيه بيفتي ولا فيش واحده بتعبره قد البت التخينه اللي هو كان بيحبها في اول الفيلم. حتى لما بيروح للمدرسه بيلاقي المدرسين والطلاب مش طايقينه. حتى هايدي صاحبته التافهه بتشتغل عشان مش لاقي حد احسن من يحيى، هي متلقحه معاه وخلاص. ويحيى ما بيقدرش يستحمل كم الحاجات العبثيه اللي عماله تحصل له فبيروح للساحر ويبقى عايز يشيل الحاسه السبعه بس بيحذره وبيقول له ان دي لو راحت منك مش هترجع تاني، انت معاك قوه كبيره. بيروح النادي عشان يتمرن فعلا. بيفاجئ بقى المدرب والناس اللي بتتمرن معاه، ما هو خلاص بقى بيتوقع الضربه قبل ما تجيله. المدرب بينبهر والناس اللي معاه اللي كانوا بيتدربوا معاه بينبهروا. خلاص مستواه بقى الى حد ما قريب من fu manchu، ما هو بيقرا الافكار بقى. حتى منى اللي هو كان بيحبها من اول الفيلم بدا يرتبط بيها. كان في منى في اول الفيلم وهو كان بيحبها وعايز يرتبط بيها. المهم حياته بتبدا تتظبط واحده واحده وهي ماشيه. ولما مستوى يحيى بقى كويس بعته لاتحاد الصين عشان يحيى يقابل fu manchu. ورد fu manchu اللي هو هيبعت له وان شان الراجل التاني من بعد fu manchu، اقوى تاني حد من بعد fu manchu، ولو يحيى كسبه هيقابل fu manchu في النهائي. المهم يحيى فعلا هيقابل وان شان بس نسي انه بيفكر بالصيني. فبيروح لمركز الثقافه الصيني ويتعلم صيني وبعد كده قابل وان شان وكسبه فعلا. مع كل ده يحيى علاقته بمنى بتتطور وحياته بتبدا تبقى ورديه وبتحلو اكتر واكتر. مع كل ده يحيى نسي التلميذ الوحيد اللي كان مؤمن بيه ونسي كمان صاحبه علي شويه شويه. يعني من هنا شخصيه يحيى بتبدا تتغير تدريجيا شويه. يجي لمدير المدرسه اللي هو اول ما يحيى بيبدا يتشهر عشان خلاص بقى كسب وان شان الراجل التاني بعد fu manchu وكمان ده كان بيلعب وهو مغمى عينيه. فبيبدا بقى يتمحلس ليحيى ويقول له هنعمل اول مدرسه لتعليم الكونغ فو في الشرق الاوسط ونشوف بقى شركه على متر على المشروع ده وهناخد فلوس موت بقى يا عم والفلوس هتلعب معانا. انت بقى هتاخد الملعب كله ليك نلغي بقى الكره للجميع والحاجات دي ونمشي على خالص من المدرسه. فيحيى بدا يبقى طماع شويه لانه خلاص بدا ان كل حاجه تظبط معاه بعد ما كان محدش معبر. المهم بعد فتره من الحب مع منى حبيبته بتحس انه مش طبيعي وعلى طول عارف كل حاجه وسابقها بخطوه. بيقرر يقول لها على كل حاجه وعلى حكايه السحر. بتنصحه انه يشيل الحاسه السبعه اللي معاه دي لانه كده بيغش في لعبه. اللي هو انت لو حطيت نفسك مكان يحيى هتختار ايه؟ وانت لو مكان يحيى هتتحير قوي، اختيار صعب قوي. اللي هو انت لما بتلعب بمجهودك محدش معبرك ولا حد عارفك اصلا ولا عارف اللي انت عايش ولا بتلعب ايه. انما لما معاك حاسه السبعه كله عارفك وكله قدرك فانت هتختار ايه؟ يحيى بعت لfu manchu عشان يقابله بس بعدها بيسمع جده وهو بيتكلم عن التطور وانهم ازاي بيخوفوا اعدائهم من غير ما يحاربوهم عن طريق ان هم كانوا بيلبسوا قرون الحيوانات والفرو بتاع الحيوانات بيعملوه هدوم ويلبسوه. كانوا بيسوقوا لنفسهم عشان يقولوا ان هم كائنات تانية غير البشر. حتى لو عدوهم شافهم من بعيد يخاف انه يقابلهم. اصلا الناس دول وحوش اصلا هم مصدرين للصوره دي. يحيى بيحاول يعمل حاجه شبه دي بس بتكون فيك. ان هو بيسوق لنفسه اللي هو اقوى واحد. ازاي؟ بيجيب شباب جماويه كده كل واحد معضل كده وانه بمجرد ما بيسلم عليهم ما بيقدروش وبيقعوا في الارض من كتر قوه يحيى. بس يحيى بيقرر يعمل لوك جديد مش اصلي، ينبأ من ثقافه تانية عشان يبقى انه مختلف. وبيظهر باللوك ده ببرنامج مع مخرج عشان يعملوا اعلان ويسوق لنفسه. سوق للبطل يحيى اللي مفيش حد زيه زي التتار كده. وشوف بقى الاعلان المصري عامل ازاي، حركه الكاميرا فيه ضايعه وفي كلام بيتقال في اللوكيشن وكل حاجه غلط. ده كمان سابوا الكاميرا شغاله بعد ما الاعلان خلص. اما الاعلان الامريكي هو شرح نفسه حاجه بسيطه ومختصره وبتحس بالعظمه والكاريزما، تحسه فعلا اعلان امريكي. وبعد كده منى بتتصل عليه في البرنامج وتقول له بقى بتشوف بقى ان هو شخص مش حقيقي واللي بتعمله كله ده غش، وان اصلا يحيى لما كان بيشوف ناس قبل كده في التلفزيون مش حقيقيين كان بينتقدهم، دلوقتي هو بيعمل زيهم. فانت شوف شخصيه يحيى اتغيرت لاقصى درجه. حتى تاني يوم لما يحيى بيروح المدرسه بيلاقي دوده عمل اللوك بتاعه لانه متاثر بشخصيه يحيى وهو الوحيد اللي مؤمن بيه. فخلينا نقول ان دوده هو يحيى بس الصغير، لان دوده هو في مدرسه والمدرسه ده خلينا نقول اللي هي المجتمع اللي مش مهتم بدوده، اللي على طول بيضربه. دوده كان على طول متهزق من اصحابه في المدرسه. المهم بعد كده وهو مدير المدرسه بيديله الايراد الجديد بقى بتاع المشروع بتاعهم، يتفاجئ ان هو بيقول له ان علي صاحبه وامه ماتت. فانت تخيل بقى ان ام صاحبه حتى ماتت وهو ما سالش عليها. خلاص بقى الشهره بقى غيرته. بعد كده بيروح بقى في اعظم حوار في الفيلم لما بيروح بيقعد مع جده ويقول له انا عملت كل حاجه بمجهود ومحدش عبرني، كانوا بيتريقوا عليا. فجده بينصحه وبيقول له ان الناس اللي حواليك عمالين يحبطوك ويأسوك ويشتموك، حتى حاول تاخد من احباطهم ده يبقى حافز ليك ودافع ليك، وما تحاولش تكون اي حد غير نفسك. زي ما عمنا مكي بيقول يعني ان هو توكل على الله واعمل اللي عليك وما تغشش، يعتمد على
على نفسه اكتر. يحيى بيقرر انه يسمع نصيحة جده، بيقرر انه يشيل الحاسة السابعة ويتوكل على ربنا بقى. نسمع الحياة حلوة تاني بس نفهمها، لانه يحيى خلاص بدأ يفهم الحياة بس بمنظورها الصح. وراح بقى صالح صاحبه تاني وبدأ يهتم بدودة ويدربه وخلاه قوي فعلا، وانه قرر انه بيعتمد على نفسه ويتدرب، وفعلا لما بيقابل فو منشي بيكسبه بمجهوده. ايه اللي الفيلم عايز يقوله لك؟ طبعا مفيش حد مننا ملوش حلم او هدف معين في حياته عايز يحققه الا ما بيواجه صعوبات عشان يحقق الهدف ده. فانت لو قعدت وسمعت كلام الناس اللي بيحبطوك وبيتريقوا عليك مش هتوصل، حتى لو انت كنت مميز ومجتهد في مجالك ده. فما تحاولش تغش وتخدع الناس وتخدع نفسك، عشان في الاخر برضو لو وصلت هتبقى مزيف. فكل الطريق تودي انك تبقى واحد حقيقي فعلا وتجتهد في مجالك اللي انت فيه، وكده او كده هتوصل، لان السعي والاستمراريه بتاعنا حتميه الوصول. ليه بقى الناس ما فهمتش الفيلم ده وسقط فشل ذريع اول ما نزل؟ لان الفيلم مش عشان مثلا فكرته هي جديده قوي، لا، هو الفيلم اتعمل ازاي اصلا. احمد مكي عمل الفيلم ده بطريقه كرييتيف، سواء في الاخراج او التصوير او المونتاج. محدش في الافلام المنافسه اللي كانت جنبه في نفس السنه كان عمل الطريقه دي في الاخراج او في المونتاج حتى، لان الفيلم كرييتيف قوي وعرض الافكار والكوميديا بتاعت الفيلم بتاعته كانت كرييتيف. مفيش اي فيلم تاني كان عاملها في الوقت ده وكان سابق عصره. يعني انت لو اتفرجت على الفيلم ده دلوقتي في 2024 او 2025 هتضحك برضه، لان الفيلم كوميديته مواكبه جدا للعصر اللي احنا فيه. من الاسباب برضه اللي خلت الفيلم حاسس سبعه ما يتفهمش ان هو مفيش فيه رساله مباشره قوي. يعني ساعتها كان الناس تحب تقول لك اجتهد واعمل خير واعمل وحب واكره ومش عارف، لا، كانت الرساله في الفيلم مش مباشره، كانت جايه بشكل غير مباشر شويه وبس. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. عجبك بقى الشاشه بقى اللايك والسبسكرايب، وقولوا لنا على افلام تانية نحللها.